تفتكر مين يكسب؟ الفيل أضخم حيوان بري على وجه الأرض واللي بجسمه الهائل وخرطومه اللي يقدر يكسر أي شجرة، ولا وحيد القرن المدرعة الحية صاحب الدرع السميك والقرن اللي ممكن يخترق حتى أقوى الأجسام؟ مواجهة ما بين عملاقين من عمالقة الطبيعة، كل واحد فيهم عنده سلاح يخلي الأرض تتهز من تحته. حلقة النهاردة هتخليك تتخيل الصراع ولا كأنك شايفه قدامك في فيلم أكشن. حلقة مليانة تفاصيل وغرائب يمكن تسمعها أول مرة، ويلا بينا نبدأ على طول. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. في قلب أفريقيا وآسيا بيقف الفيل سيد الحجم المطلق، وزنه بيوصل لحد 6 طن، ارتفاعه ممكن يعدي 3 متر، خرطومه لوحده في أكتر من 40,000 عضلة بيستخدمه كذراع خارق يرفع بيه جذع شجرة أو يضرب خصمه ضربة قاتلة فعلا. أنيابه العاجية تقيلة وصلبة، طولها ممكن يوصل لأكتر من 3 متر، لكن قوة الفيل مش بس في حجمه، عنده دماغ كبيرة وذكاء مميز ما بين الحيوانات، بيعيش في جماعات منظمة بقيادة إناث قوية، لما بيغضب بيتحول لجرافة لا تتوقف. الفيل مش مجرد جسم ضخم، هو زلزال ماشي على 4 رجول. وفي الناحية التانية هنلاقي وحيد القرن المقاتل الصامت، وزنه بيوصل من 1.5 طن لحد 3 طن، عنده جلد سميك جدا ولا كأنه درع طبيعي، سمكته 5 سم تقريبا، وعلى أنفه قرن صلب طوله يوصل لحد متر كامل، يقدر يسكب بيه جسم أي عدو يجي قدامه. سرعته رغم ضخامته ممكن توصل لحد 55 كيلومتر في الساعة، يعني لو اندفع زي الصاروخ محدش هيقدر يوقفه. وحيد القرن مش اجتماعي زي الفيل، هو محارب انفرادي بيعيش لوحده معظم الوقت، عنيد وعصبي، واي تهديد يقابله يرد عليه بهجوم مباشر. هو اشبه بدبابه صغيره سريعه، سلاحها الاساسي قرنه القاتل. تخيل بقى المشهد ده، ارض عشبيه مفتوحه على اطراف الغابه، من الناحيه الاولانيه هتلاقي الفيل الضخم بيهز الارض مع كل خطوه بيتقدمها، ومن الناحيه التانيه وحيد القرن متحفز بيخبط الارض برجليه وانفاسه طالعه زي البخار. السيناريو الاول ان الفيل يقرر يبدا بالهجوم، يرفع خرطومه ويطلق صيحه عاليه جدا، وبيندفع لقدام بجسمه الهائل ده ويضرب انيابه في اتجاه وحيد القرن ولا كانها رماح ضخمه متوجهه. لكن وحيد القرن مش بيهرب، هو بيثبت مكانه، وفجاه بيندفع بسرعته، قرنه الامامي بيتحول لصاروخ ويستهدف بطن الفيل او رجليه. والسيناريو الثاني ان وحيد القرن هو اللي يبدا بالهجوم، يندفع بقوته الرهيبه ويوجه قرن مباشره في جسم الفيل، ولو الاصابه جت في مكان حساس زي البطن فالفيل هنا ممكن يقع، لكن الفيل بيرد فورا ويرفع وحيد القرن بخرطومه او يضربه بانيابه. قوه الاصطدام وحدها ممكن تكسر ضلع او حتى ترميه بعيد. المعركه هنا مش مجرد قوه، دي معركه صلابه ضد الحجم، ودرع ضد سلاحين عملاقين اللي هم الانياب. والسؤال هنا مين اللي عنده الافضليه؟ الفيل اقوى من حيث الحجم والضخامه، انيابه وخرطومه اسلحه متعدده الوظائف، لو الصراع طال الغلبه بتكون للفيل لانه اضخم واكثر ثبات على الارض. وحيد القرن اسرع واكثر اندفاع طبعا، قرنه الحاد ممكن يسبب اصابات قاتله بضربه واحده، بيعتمد في الهجوم على المباغته مش على طول المعركه. ببساطه في مواجهه مفتوحه وطويله الغلبه بتكون للفيل طبعا، لكن لو هجوم مفاجئ او ضربه مباشره في نقطه الضعف فبتكون الغلبه لوحيد القرن طبعا. الغريب ان المواجهات دي مش مجرد خيال، في افريقيا حصلت بالفعل صدامات ما بين الفيله ووحيد القرن، في مواقف الفيله استخدمت فيها وزنها الضخم علشان تنهي على وحيد القرن، وفي مواقف تانية وحيد القرن وجه ضربه قاتله بقرنه ووقع الفيل ساعتها. العلماء سجلوا مشاهد نادره جدا للمعارك دي لكنها حقيقيه، وبتبين قد ايه الطبيعه ما بتعترفش بكلمه متوقع. وفي الاخر الفيل ووحيد القرن بتكون مواجهات اسطوريه ما بين 2 من اقوى الحيوانات في الارض، واحد اضخم كائن بري بيمشي على الارض، والتاني درع حي بيمتلك سلاح فتاك في مقدمه راسه. اللي يحدد المنتصر مش الحجم ولا السلاح لوحده، لكن التوقيت والمكان والظروف، ودي اعظم رساله بنشوفها من الطبيعه. مفيش كائن ضامن الفوز على طول الوقت. والسؤال دلوقتي، لو المواجهه دي حصلت قدامك انت شايف مين اللي هيفوز، الفيل ولا وحيد القرن؟ وبكده بتكون خلصت حلقه النهارده. واحب اقول لك ان هنا على القناه هتلاقي مواجهات مختلفه ما بين الكائنات، زي مواجهه ما بين الطائر الكاتب او الافعى، فما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه والكلام الجميل ده كله، واستنونا في حلقه جديده من قناه صندوق الدنيا.